أهلا وسهلا بكم أعزائي وعزيزاتي المشاهدين في أولى حكايات قناة حكاوي، والنهارده موضوعنا عن جماعة الحشاشين. انا بدهبزه وادهرزه عشان يبرعش ويحنكش ويبقى اخر طعطعه. اوعى بس عزيزي المشاهد في الأول كده تكون داخل الفيديو ده بنية غلط لا سمح الله، وتكون قريت اسم الفيديو وبتدور بقى على أي دراجز في الفيديو. ما عندناش الكلام ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. لا طبعا أنا بهزر معاك، أنا عارف إن المشاهد بتاعي مشاهد محترم وبيدور على محتوى هادف، وعشان كده هاخدك معايا النهارده في رحلة أعرفك فيها مين الحشاشين وليه اتسموا بالاسم ده. تعال معايا. تعال بقى معايا نرجع بالزمن لورا، وتحديدا لحد عام 1037 ميلاديا في بلاد فارس. يتولد واحد اسمه حسن الصباح، او تفصيلا حسن بن علي بن محمد الصباح الحميري. واحد شايفه بيتكلم اهو من عندي بيقول لك لا يا عم ده واحد من الحشاشين. انما لا، ده زعيمهم. حسن اتولد في معقل الطائفة الفاطمية الاثنى عشرية، وبالتبعية بقت هي دي عقيدته لحد ما انتقل هو وعيلته عشان يعيشوا في مدينة اسمها مدينة الري. مدينة الري كانت هي معقل الطائفة الإسماعيلية الفاطمية، ومن هنا بدأ حسن طريقه في اعتناق والدعوة للطائفة الفاطمية الإسماعيلية. شايفك تاني اللي بتتكلم وبتقول لي يا عم إسماعيلية إيه وإثنى عشرية إيه؟ ما كلهم شيعة. انما لا يا باشا، وحتى لو ما اتكلمتش انا عايز اقول لك النهارده ان دي هتبقى حكايات كتير جايه، عشان كده ما تنساش اللايك، السبسكرايب، الشير، الجرس، وتعالى اكمل لك بقيه الحكايه. حسن الصباح بعد ما اعتنق المذهب الاسماعيلي حاول ينشره في بلاد كتير، لكن في الحقيقه اتقابل بالرفض والطرد لحد ما وصل مصر زمن المستنصر بالله سنه 1078 ميلاديا. فضل هناك حبه حلوين بيتنقل ما بين القاهره واسكندريه في محاوله منه لنشر المذهب الاسماعيلي، لحد ما اختلف مع امير الجيوش وقتها بدر الدين الجمالي اللي حكم بسجنه وطرده بره مصر على مركب كانت متجهه لشمال افريقيا، لكن على حظه الوحش المركب غرقت. ده طبعا اكيد نجا، ما هو لو ما نجاش ما كانش زماننا دلوقتي عاملين فيديو عنه. المهم عزيزي المشاهد نجي من المركب على حظه الحلو طبعا، وبعدها نقلوا سوريا، ومن سوريا سابها وراح بغداد لحد ما رجع لاصفهان سنه 1081 ميلاديا. بعد ما رجع اصفهان بدا يركز جهوده تحديدا في نشر الدعوه على اقصى الشمال الفارسي، وهناك كسب مجموعه من الانصار. بس يسعدني اقول لك ان ما كانش هو ده كل همه. حسن كان بيدور في الاساس على مكان يكون معقل لنشر الدعوه الاسماعيليه الفاطميه، وفي نفس الوقت يكون حمايه من الاعداء. عشان كده وقع اختياره على قلعه الموت. قلعة الموت هي مكان مبني في وسط وادي جبلي بيسيطر على وادي الصالح للزراعة بمساحة 90 فدان تقريبا. ده غير انه عشان توصل للقلعة دي لازم تمر في طريق ضيق وشديد الانحدار، وبالتالي كان انسب مكان لحسن. وبالفعل قدر يخشها متخفي بمساعدة مجموعة من أنصاره، وفضل متخفي هناك فترة لحد ما سيطر على الباقيين، وبعدها طرد الملك القديم من القلعة بعد ما اداله 3000 دينار ذهبي كتما للقلعة. واخد بالك يعني كده عنده ضمير، ما طردوش كده وخلاص. المهم يا سيدي حسن الصباح سيطر على قلعة الموت وفضل عايش فيها 35 سنة تقريبا لحد ما مات، ومن هنا أسس جماعة سماها جماعة الدعوة الجديدة. مش الحشاشين زي ما انت كنت متخيل. قال لا، امال جت منين التسمية يا محمد؟ والله عايز اقول لك انه ما كانش فيه نص اسلامي وقتها ولا اسماعيلي، ولا حتى المؤرخين النظريين قالوا ان الجماعة دي اسمها جماعة الحشاشين، فيما عدا رسالة كانت مبعوثة من ولي مصر الملك الفارس بيقول الحشاشين. انه ما كانش مفهوم نيته ايه، يعني هل هو كان يقصد ان هم فعلا بيحششوا ولا لا؟ ما حدش يعرف. ومن هنا بتفضل الاراء حوالين الاشتقاق اللغوي للتسميه، بمعنى ان الجماعه بتوع صليبيين فرنسا كانوا بيسموهم السيرفنتس او قتله. طب سموهم كده ليه او اطلقوها على مين؟ اطلقوها على الفدائيين بتوع الحشاشين. طيب يا سيدي كان في اسم تاني للجماعه زي مثلا حساسان نسبه لشيخ الجبل حسن الصباح، او عساسون ودي نسبه للناس اللي كانت بتسهر تامن، مشتقه من العس يعني، واخد بالك اللي بتعس. ومن هنا بقى يظهر التحوير اللغوي او الاشتقاق اللغوي زي ما بنقوله، يعني مثلا السيسنز تبقى حساسان، عساسون، حشاشون، كده الموضوع فيه لوجيك شويه. الى جانب بقى المخيله الاوروبيه اللي كانت كاتبه فيهم اساطير زي اسطوره الفردوس للكاتب ماركو بولو الايطالي، واللي بيقول فيها ان حسن الصباح كان
هيخلي الجنينه بتاعته اللي هي الكبيره اللي احنا قلنا عليها في الاول ال 90 فدان دي عباره عن جنينه مليانه اشجار فاكهه، وفيها بقى انهار عسل ولبن وخمر ونساء وبص اللي انت عايزه كله. وبيقولوا اتباعه ان هي دي الجنه، بس محدش هيخشها غير اتباعه المخلصون. وبالتالي كان بيدخلهم الان على مجموعات وبعدين يشربهم مخدر الحشيش لحد ما يتسطلوا تماما ويناموا. يوم جاي ناقلهم موديهم الجنه، وهناك بيصحوا يلاقوا نفسهم في الجنه فيصدقوه طبعا وبيعملوا اللي هم عايزينه، وبعد كده يخبرهم ويسحبهم تاني ويبتدي يكلفهم بمهمات اغتيال. والله نجحوا فيها هيتكرر معاهم الموضوع تاني، طب فشلوا وماتوا مش مهم، الملائكه هتاخد ارواحهم توديهم الجنه وهناك مش هيطلعوا منها تاني. لكن يسعدني اقول لك عزيزي المشاهد ان كل دي اوهام وخيالات، لان ماركو بولو مواليد سنه 1254 وقلعه الموت اتحرقت بالكامل سنه 1256 على ايده لاكو، وبالتالي فهو ما شافهاش اصلا على حياه عينه. ده غير ان الطبيعه الجبليه هناك وتساقط الثلج طول ايام السنه ما بيخليهاش صالحه لزراعه الاشجار اللي هو ذكرها في الاسطوره بتاعته، وبالتالي فهي اراء او خيالات زي ما بنقول. جماعه الحشاشين كان لهم استراتيجيه عسكريه فريده من نوعها وقتها، واللي انا شخصيا بسميها استراتيجيه على ايه وبوجع الدماغ. يعني مثلا بدل ما يخشوا في معارك مع دول الاعداء ويقع ضحيتها الالاف من الجيشين، كانوا بيخططوا دايما لاستهداف الشخصيات البارزه من دول الاعداء، وبالتالي اشتت الجيوش واكسب الحرب من غير نقطه دم واحده. وعشان كده حسن الصباح اسس جماعه سماها جماعه الفدائيين، وكانت من اكثر الناس المخلصين لعقيدته، ودربهم باحتراف على التنكر والفروسيه واستراتيجيات القتل، وكانوا دايما متميزين باستعدادهم المطلق للموت في سبيل تحقيق اهدافهم. وكانوا بينفذوا عمليات الاغتيال كالتالي: اولا بينخرطوا داخل جيوش الاعداء، وبعد كده واحده واحده بيتقربوا للحاكم او الاهداف اللي هم رايحين يختاروها. ونيجي للحظه تنفيذ المهمه، واللي كان لازم تكون في اماكن عامه عشان بس اثاره الرعب في قلوب الناس، وبعد كده بنوصل لاخر مرحله واللي هي الهروب، واللي نادرا ما كانوا بينجوا منها. وعشان كده كانوا بيلجأوا احيانا للانتحار بدلا من ان هم يقعوا في الاسر. طبعا بقى مش محتاج اقول لك ان جماعه الحشاشين اللي ما كانتش بتحب تخش حروب كان النهج العسكري بتاعها نهج دفاعي بحت، وعشان كده كانوا بيختاروا القلاع بتاعتهم في اماكن حصينه جدا، وكانوا بيخزنوا كميات كبيره من الميه والغذاء بحيث ان هم ينجوا من اي حصار، وبالفعل الاستراتيجيه دي نجحت في صد اغلب هجمات العدو. نرجع بقى لاساس الموضوع وهو عم حسن الصباح، وبعد ما سيطر على قلعه الموت بدأ ينشر المذهب الإسماعيلي بتاعه في كافة أنحاء إيران. الأمر اللي لقى استجابة واسعة جدا من السكان وقتها، لأنهم كانوا جايبين آخرهم مما يعرف بالحكم السلجوقي واللي بالفعل بدأوا ثورات، ومعاهم بدأ الإسماعيليين بقى يفرضوا سيطرة على مدن مهمة جدا في إيران، وده اللي خلى الحاكم ساعتها وهو ملك شاه ووزير النظام الملكي يقلقوا ويرشدوا جيوشهم ويبدأوا يحاصروا قلعة الموت، الأمر اللي بقى بالفشل لأن كنت لسه قايل لك من شوية النهج الدفاعي بتاعهم. وبالفعل يبدأوا يغتالوا الوزير نظام الملك سنة 1092 ميلاديا، وتبدأ بعد كده سلسلة جرائم الاغتيالات اللي هعرضها لك. يبقى على حسب كتب التاريخ فجماعة الحشاشين اتعملت في الأساس للدعوة الإسماعيلية، بالإضافة إلى إن الاستراتيجية العسكرية بتاعتهم كانت اغتيال الرموز بدلا من الدخول في حروب. تعالى بقى أقول لك عملية الاغتيال اللي عملوها. أول واحد هو الوزير السلجوقي نظام الملك، واللي اغتالوه بسبب الحملات اللي شنها عليهم. يجي بعد كده امير الجيوش المصري بدر الدين الجمالي، واللي اغتالوه بسبب انه انقلب على نزار المصطفى لدين الله وحرسوه لحد ما مات، وبالمناسبه نزار يبقى الامام بتاعهم. وبعد كده يجي الامير مولود حاكم الموصل، واللي اغتالوه بسبب الحملات اللي شنها على الامارات المسيحيه وعلى راسها امير رهب، اضافه الى جناح الدوله حاكم حمص ومفتي اصفهان ووالي بيها. ويجي بعديهم القائد فارس الدين ميمون، واللي اغتالوه بسبب انه تصدى للهجمات الصليبيه، اظن طبعا معروف مين اللي زقوهم عشان يغتالوه. وبعديها اغتالوا ملك بيت المقدس بتعليمات من ريتشارد قلب الاسد، والجدير بالذكر هنا انهم اتنكروا في زي الرهبان لحد ما قربوا من الخيمه بتاعته، وبعدين نفذوا عمليه الاغتيال بتاعتهم. وبعديها حاولوا يغتالوا صلاح الدين الايوبي، ولكنه نجا بروح طفيفه، وبرضه معروفه مين اللي زقوهم عشان يحاولوا يغتالوه، بالاضافه الى احمد بن ابراهيم الكردي والخليفه الفاطمي والخليفه العباسي. وفي النهايه ومن كل الجرائم اللي استعرضناها دي، فبالنسبه لي جماعه الحشاشين كانوا اكسباندبلز العرب وقتها، او بمعنى ادق كانوا جماعه قتلى مأجورين، او اول جماعه ارهابيه منظمه في التاريخ الاسلامي الحديث، وده طبعا من وجهه نظري المطابعه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك، السبسكرايب، الشير بالخير، تفعل زر الجرس عشان تشوف الحكايات اللي جايه، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحبوا الحكايه الجايه تكون عن ايه. انا محمد علاء ودي قناه حكايات.